السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. نسمي ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. هنعمل مع بعض النهاردة أكلة حلوة قوي. هنعمل صيادية السمك بس بطريقة حلوة قوي، بالخل والثوم والليمون، وهنعملها بكل تفاصيلها وازاي تطلع حلوة معاكي. يا ريت لو أول مرة تشوفوني تعملوا سبسكرايب للقناة ونعمل شير ولايك للفيديو. أول حاجة هنحتاج ايه؟ هنحتاج في الأكلة بتاعتنا النهاردة احنا احتاجنا سمكتين 2 بس. وعندي بقى كزبرة، طبعا كزبرة خضراء مع الثوم المفروم مع الليمون مع البصل المتقطع، بصلتين حلوين كده متقطعين. طيب هنعمل ايه بقى؟ أول حاجة هبتدي ان انا السمك بتاعي طبعا اتأكدي انه نضيف كويس جدا، يتفتح قوي، يتظبط، يتشال كل الحاجات اللي جواه. طبعا انا عندي سمكتين كبار، عندي الواحدة اكتر من كيلو مثلا. هنشوف هنشتغل في واحدة واحدة ازاي. واول حاجة تعالي نعمل التسبيكة مع بعض. طبعا انتي عارفة هنجيب معلقتين زيت مع البصل بتاعي المتقطع كبير، طبعا ده بيخليه ما يتهريش معايا في الاكلة بتاعتنا، مع معلقة كزبرة صغيرة، مع معلقة ونص ملح زي بقى ما بتحبي تحيقي الاكل، وطبعا معلقة كمون. هتقلبي ده كله، بيتشوح، بياخد من ريحة البصلة المتحمرة، بيبقى طعمه حلو. جبتي شفشق خلاط، حطيه طبعا يتسبك بقى معاها وسيبيه. نيجي بقى للتتبيلة بتاعتنا. جبنا راس توم كبيرة مفرومة مع معلقة ملح مع معلقة كمون مع معلقة كزبرة، وجبنا ليمونتين كبار وعصرناهم عليها. طبعا عصير الليمون مع كل ده بيدي ريحة جميلة جدا، التتبيلة بتاعتك هتبقى روعة. مش كده وبس، لا احنا هنضيف كمان كزبرة خضراء. طبعا ده بيزود، كل ما بتزودي حاجة في التتبيلة بيزود طعمها احلى. كده خلاص حطينا الثوم مع الكزبرة الخضراء مع كل البهارات. هاجي بقى طبعا معلقتين 3 خل بقى مع معلقة شطة يزبطولي اخر حاجة في التست بتاع التتبيلة بتاعتي. كده خلاص بقت التتبيلة بتاعتي جاهزة، الخل والثوم وكل حاجة جاهزة فيها. طيب السمك بتاعي بقى طبعا مفيش مانع ابدا ان انتي تغسليه كويس وتتبليه بالليمون، وانتي بتغسليه طبعا بالملح بشوية خل، وتقطعيه طبعا زي ما انتي عايزة. احنا قلنا هنقطع سمكية نعملها صيادية، وسمكة تانية هنخليها زي البلطي المقرمش. طيب هنعملها بقى ازاي؟ هنحاول ان احنا نعمل فيها فتحات زي ما احنا شايفين كده. طبعا السمكة طول ما هي وزنها زيادة عن نص كيلو لازم نعمل الفتحات دي عشان نتأكد ان السمك كله في القلي هيستوي. اجيب بقى التتبيلة واغرقها كده من جوه ومن بره، ومن حتى كل الفتحات اللي احنا عاملينها الجانبية دي. كل ما هتزودي التتبيلة في السمكة هيديها طعم حلو جدا. وطبعا هتسيبيها شوية في تتبيلتها قيمة نص ساعة كده، عبال ما تخلصي كل الحاجات التتبيلة السمكتين مع التتبيلات اللي عندك كلها. السمك هياخد من طعم التتبيلة بتاعتك، وهيبقى في القلي ريحته جميلة، وفي الطعم طبعا وانتي بتاكليه طعمه احلى. يبقى كل ما هنسيب التتبيلة احلى يعني وقت اكتر هتبقى طعم السمكة احلى. وخلصنا بقى كمان السمكة التانية اللي احنا هنعملها صيادية، برضو بنحشيها نفس الحشوة وهنظبطها، مفيش مانع بعد ده كله عصرة ليمون كده عليها، ونسيبهم نص ساعة كده قبل القلي. تمام. جينا بقى بعد كده لقينا الأكلة حلوة، فقلنا نجيب كمان عندنا صبيط غسلناه وقطعناه وظبطناه، وأدينا كمان عندنا باقي التتبيلة حطيناها عليه. طيب باقي الصبيط ده هنعمل بيه ايه؟ او النص كيلو صبيط ده هنعمل بيه ايه؟ هنعمله في الحاجتين، هنعمله مع بعض في الصيادية، وهنعمله كمان في مقلي ان احنا ناكله جنب البلطي. طيب جينا بعد كده خلاص عدت النص ساعة التتبيلة بتاعت الحاجات كلها، هبتدي ان انا بقى اغطيها بالدقيق مرة واتنين. يعني ايه مرة واتنين؟ يعني اديك اهو ادينا له طبقة، بعد كده ممكن انزله تاني في التتبيلة واديله طبقة دقيق تاني، بيديني قرمشة فظيعة اول ما بتعملي الحركة دي. يعني بعد الطريقة دي، بعد ما انت بتغرقيه بالدقيق او تعفريه بالدقيق، انزلي تاني في التتبيلة وارجعي تاني في الدقيق. طريقة جميلة جدا، يفضل السمك مقرمش معاكي طول اليوم. جينا برضو على الصبيط عملناه بنفس الطريقة،
كده بقى كله جاهز عندي للقلي. هجيب طبعا طاسه فيها زيت غزير وابتدي ان انا احمر كل حاجتي. ما انساش ان انا حاطه طماطم بتتسبك، ابص عليها كده. بحاول ان انا اخلص كل الحاجات بتاعتي اللي بتتحمر. هبتدي بقى ان انا هاخد جزء من الصبيت مع السمكه المتقطعه، احطها في صينيه وابتدي ان انا انزل عليها الطماطم المتسبكه وادخلها الفرن. السمكة التانية زي ما احنا شايفين كده، هي وباقي الصبيت اتغرفوا واتظبطوا وبقوا جمال جدا. طبعا الأكلة دي جميلة، وعملتي من سمكتين وليمة، عملتي من سمكتين عزومة. طبعا أكلة حلوة قوي، وطعم التتبيلة بيبقى واضح في الصيادية وفي السمك المقلي. طبعا ده بيتقدم جنب رز صيادية حلو قوي، اللي هو بصلتين متحمرين مع نص معلقة كمون مع نص معلقة كزبرة، يتحمر قوي، وبعدين ننزل عليه بالمية السخنة كوبايتين مع كوبايتين رز، وكده يبقى عندك أحلى أكلة وأحلى وليمة. وبألف هنا وشفا على قلوبكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأفادكم، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو تاني جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.